أعمال المؤتمر. وشارك ممثلو الجاليات الكردية السورية في الخارج وشخصيات وأحزاب كردية سورية وعراقية. وقد شددت كلمة اللجان التحضيرية على أن شعارات المؤتمر تتمثل في حق تقرير المصير للأكراد السوريين وبناء سوريا ديمقراطية ذات تنوع قومي يسودها التعايش السلمي بين الجميع دون تمييز عنصري أو طائفي أو قومي، والعمل للوصول إلى دولة علمانية وتأييد ودعم الثورة السورية. أما بارزاني فشدد على أهمية وحدة الأحزاب الكردية في سوريا واستعدادها لأي تغيير قد يحصل. معنا من أربيل مراسلنا أيوب رضا. أيوب، هل من جديد فيما يتعلق بهذا الاجتماع؟ الجديد في هذا المؤتمر هو دخول أعضاء المجلس الوطني الكردي في سوريا، وهم ممثلو الأحزاب ورؤساء الأحزاب الكردية وممثلو تنسيقيات الشباب والنساء وأجاليات الكردية. دخلوا الآن في اجتماع مغلق لربما لبحث خيارات هذه الأحزاب والوصول إلى آلية توحد صفهم بعد دعوة البرزاني للأحزاب الكردية وللمنظمات بتوحيد صفوفهم كشرط لدعمهم ولدعم أي قرار آخر يتخذوه هؤلاء بالنسبة لمستقبل الكرد في سوريا. معي الأستاذ عبد الحميد درويش وهو سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا. أستاذ عبد الحميد، لماذا في أربيل وما سبب هذا الدعم من قبل البرزاني؟ في أربيل لأن الأكراد بإمكانهم أن يأخذوا حريتهم ويناقشوا المواضيع بحرية. السبب الثاني هو أن الرئيس البرزاني دعاهم إلى عقد اجتماعهم مؤتمرهم في هذه المدينة التي هي عاصمة كردستان العراق. نعم، ماذا عن علاقات المجلس الوطني الكردي في سوريا مع المجلس الوطني السوري؟ ما هي طبيعة علاقاتنا؟ علاقاتنا مع المجلس الوطني السوري جيدة. كوني رئيس الوفد الكردي المفاوض مع المجلس الوطني ومع المعارضة السورية بوجه عام، علاقاتنا مع الأطراف جميعا جيدة ومع المجلس الوطني أيضا جيدة، ونتمنى أن نصل إلى نتائج إيجابية مع الجميع وأن نتوحد ونوحد صفوفنا في وجه الظلم والطغيان في سوريا. جرى الكلام حول المواقف الكردية أن هذه المواقف أو أن هذه المطالب هي مطالب قومية، بينما الشعب السوري الآن يعيش ربيع ثوراته. وماذا بهذا الصدد؟ هل المطالب الكردية ستبقى ضمن المطالب القومية؟ أود أن أقول لك وأطمن جميع أخواننا العرب في سوريا وفي غير سوريا أن الأكراد قطعا لا يعزلون قضيتهم عن قضية الشعب السوري، ونحن نؤمن إيمانا عميقا بأن القضية الكردية هي جزء من القضايا الوطنية العامة في البلاد. عند حلها ستجد القضية الكردية أيضا الحل العادل. لا يمكن لا يمكن أن تحل القضية الكردية بمعزل عن القضايا الوطنية العامة في البلاد، ولهذا فإن القضية الكردية هي قضية وطنية بامتياز، وإنها ستجد الحل المناسب في إطار سوريا دولة وشعبا. شكرا أستاذ عبد الحميد. إذن هذه عودة إليك محمود. نعم، شكرا جزيلا لك أيوب رضا مراسل